السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد من فيلم ترند. وفي الفيديو ده هراجع معاكم الفيلم السعودي امس بعد بكره، فيلا بينا نبدا. كل اللي حولنا يستغفلونه، ما حد فيهم بيفك فمه ويقول ايش اللي صار، واولهم امي. هذا كله مو مستاهل. فيلم امس بعد بكره هو فيلم مصنف خيال علمي، بيتكلم عن اتنين اخوات بيلاقوا باب بالصدفه قادر انه يرجعهم بالزمن للماضي، الوقت اللي ابوهم كان عايش فيه، ولكنهم بشكل ما بيحصل لهم مشكله وبيتعلقوا في الفتره الزمنيه دي، وعلشان يرجعوا للحاضر مرة تانية لازم تتوارى الأحداث بحيث إن الحاضر والماضي والمستقبل كلهم يحصلوا في نفس الوقت. فيلم أمس بعد بكرة ليه مميزات كتير الحقيقة، واللي هي كانت في التمثيل. تمثيل الشباب أحمد الصدام وإسماعيل الحسن الحقيقة هم نقاط القوة، ولو كان تمثيلهم ضعيف العمل ده كان هيقع رسمي، لأنهم شايلين القصة من أولها لآخرها، بداية من الحوار اللي كان ما بينهم من بداية الفيلم، وفكرة إنهم يوصلوا للجمهور أكتر من خيط هيمشي عليه احداث الفيلم وانت مش متيقن الفيلم هياخد اي خط فيهم. هل فيلمنا هيكون رعب ولا هيكون درامي بناء على موقف قرار الام بالجواز، ولا هيكون كوميدي مبني على الخيال العلمي؟ ففكرة ان الممثلين يعرفوا يوصلوا لك كمية الاستفهامات دي كلها في اول كام دقيقة في الفيلم، فده يدل على انهم فاهمين كويس جدا هم بيعملوا ايه. استمرارية قوة الاحداث هنا بتعتمد على المخرج بقى، لانه قدام شوية مع وقت الفيلم الدنيا ما فضلتش لطيفة زي ما شفناها في الاول، وده يرجع للسكريبت رايتر وللمخرج بان في حاجات كتير قوي في الحوار ما كانتش محبوكه كويس. وانا الحقيقه مش حابب احرق حاجه في الاحداث، ولكني احب اقول لكم رايي في الماضي عن الاداء التمثيلي وانا بتفرج على الفيلم. في اداء تمثيلي محترم بيتعرض قدامي في الشاشه دلوقتي، فانا مستمتع جدا من اداء احمد الصدام. برافو عليك جدا، برافو عليك فشخ. شوف، اثناء تجربه المشاهده في مشكله في الصوت فيه ايكو واضح جدا، يعني دي حاجة بس حبيت اتكلم عنها. في برضو جزء هنا هو الساي فاي ابتدى الفيلم ياخدنا في كذا اتجاه. في الاول خدنا في اتجاه، وبعد كده تجاهلوا تماما الموضوع ده. يعني كان في كام اسقاط عليه، وبعد كده دخلنا في قصة تانية، فكرة ان امهم محتاجة تتجوز، وبعد كده دخلنا في حتة تانية اللي فيها شوية هيكون خيال علمي. فلسه عايزين نعرف الربط ما بين كل الحاجات دي هيبقى عامل ازاي. يا رب الفكرة الخاصة بالسفر عبر الزمن يكون فيها فكرة، اتمنى ان يكون فيها فكرة، ما يكونش بس ان هم شغالين كده رجعوا بالزمن وعمالين يعلقوا على حياة امهم وابوهم كانت عاملة ازاي. مش هحب الموضوع لو كان كده، اتمنى بس ان الموضوع انه يكون فيه فكرة يعني. لسه مكمل متحمس، لا متحمس جامد. المخرج هنا بيلعب بدماغك بصريا بشكل حلو، يعني عاجبني. تراني تأثرت لحظة ابكي. شوفوا، انا مش عايز احرق وانا بتفرج علشان ما يبقاش في حرق، لان في حاجات هنا هاخدها احطها في المراجعة. ولكن المونولوجات هنا في مونولوجات حلوة قوي، مونولوجات حلوة جدا، والتمثيل فيها كويس. بس ايه، في حاجة كده دايما انا بحب تكون موجودة اثناء في الممثل وهو بيأدي الكاركتر، شعرة ما بين ان انت تكون اوفر، وشعرة ما بين ان انت تكون شخص ماسك الشخصية بشكل متوازن وبتقول المونولوج بتاعك بشكل مؤثر. في اللي حصل من شوية في مونولوج معين، تمام، كنت عايز حماس اكتر من كده، محتاج ان انت تقول المونولوج. فكرة الفلاش باك اللي حصلت هنا كانت حلوة جدا، بالذات لما يعني دخلت في السكة اللي انا كنت محتاج ان الفيلم ياخدنا فيها. بعيد عن الجزء اللي تم ايضاحه في الاول من ناحية الام كانت عايزة تتجوز ومش عارف مين وجاي لها عريس، وكان في جوكس حلوة قوي حصلت، ولكن دخلنا في السكة التانية اللي انا كان نفسي الفيلم يخش فيها. لسه مش عارف اذا كنا هنكمل على الخط ده ولا لا، بس في قضايا مهمة جدا بيتكلم فيها الفيلم، وفي رسائل مهمة جدا هنا بيناقشها. لأننا كجيل ممكن يكون آبائنا ما كانوش متفهمين لينا، كانوا قاسيين علينا بشكل ما، وهم مش فاهمين ان هم ان ده نوع من انواع القسوة. وده بيحصل بقى مشكلة لما بيبدأوا يكبروا في العمر، وتبدأ احنا نبدأ نشكل حياتنا الخاصة بعيد عنهم، بعيد عن المشاكل اللي كانوا هم بيسببوها لنا، وهم مش متفهمين ان ده
اصلا مشكلة ممكن تأذي بيها ابنك ولا حاجة من الحاجات دي، ووقتها ابنك هياخد طريق غير الطريق اللي انت كنت عايز ترسمهوله في حياتك وتخيلاتك اللي نقدر نقول عليها. انت نظرتك ضيقة جدا للعالم. العالم زمان بقى مختلف تماما عن دلوقتي. فالفيلم بيناقش قضية زي كده. حبيت انا الموضوع ده، وحبيت جدا التمثيل الشخص اللي كان بيمثل دور الاب هنا. ولا الفيلم لغاية دلوقتي متماسك واموره طيبة، وانا حابب الموضوع ومعايا فشاري ومقضيها ومستمتع جدا بوقتي. يلا بينا نكمل. الممثل المصري اللي كان بيلعب دور البياع هنا هو مش احسن حاجة، مش احسن حاجة خالص 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 خالص. يعني اول مرة هعمل سكاب من اول ما الفيلم بدأ. عايزين نخش هنا على طول. ليه البهدلة بقى والكلام الفاضي اللي حصل من شوية؟ الولد اداؤه مخرة، اداؤه خرا. مش عاجبني شغل المؤثرات البصرية ده هنا. اوكي خليني بس اقول كلمتين. الكاميرا هتفصل. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. المهم ان في حاجات كتير قوي ما كانتش منطقيه في الموضوع. ما فهمتش انا قصه الشرايط وصلت لهم ازاي، ولا قصه الشرح اللي كان فيها ما كانش كافي. انا بحاول اقول بسرعه عشان الكاميرا هتفصل. في حاجات كتير قوي في الحوار ما كانتش اقوى حاجه في الدنيا. كانوا محتاجين شغل اكتر من كده. ولكن اجمالا خلينا نقول ان العمل كويس، في فكرة كويسة اتقدمت، في تمثيل كويس اتقدم، مع ان مش كل العناصر التمثيلية مثلت صح، ولكن الشباب نفسهم كانوا بيمثلوا حلو جدا. ايه تاني في المراجعة بقى. هقفل الكاميرا دلوقتي وهنشوف الدنيا ماشية ازاي. ولكن مع كل اسف مش كل الاداءات التمثيليه كانت موفقه. اداء شخصيه راكان انا كنت شايف انها ماس كاستنج، ودور الاب ما كانش اسوأ حاجه. بس انا دايما كنت بقول ان في شعره بين الاداء القوي جدا وما بين الاداء الاوفر. وكان في مونولوجات لدور الاب الحقيقه هنا مكتوبه حلو جدا، ولكنها كانت محتاجه اداء تمثيلي حماسي شويتين عن الاداء اللي شفناه، ومحتاج ان الممثل يعتمد شويه حلوين على ملامح وشه علشان يوصل لنا مشاعره. بس اجمالا تمثيله كان مقبول. بالنسبة بقى للتصوير انا الحقيقة ما حسيتش في التصوير ان في حاجة مميزة، بس الدنيا كانت مقبولة. مفيش تميز لحركة الكاميرا هنا بزوايا مختلفة، والاعتماد كان اكتر على الممثلين، واعتقد ان الممثلين هنا شالوا الليلة. ولكن المؤثرات البصرية ضايقتني الحقيقة لانها ما كانتش جيدة، والموضوع كان مزعج بالنسبة لي شوية. وكمان منطقية الاحداث نفسها وقت سفرهم بالزمن ما كانش متنفس كويس، وحسيت انهم نحتين شوية حاجات من فيلم كوكو في فكرة ظهورهم اصلا. وخلينا نلاحظ ان الاب بس اللي كان بيشوفهم، وما سمحوش للام بانها تشوف عيالها في اللي جايين من المستقبل، وده يدل على ان الحدث ده بيحصل فقط للموتى. وده حسيت ان هو منحوت شوية من فيلم كوكو. وكمان تصاعد الاحداث نفسها كان بيحصل حوارات مش في وقتها نظرا للمواقف اللي كانوا بيمر بيها حاليا، وكان في فقدان للتوازن الزمني بين الماضي والحاضر. بس اللي اقدر اقوله في النهاية بكل تأكيد ان العمل حاولوا محاولة جيدة في حكي قصة خيال علمي. على مستوى الدراما ما كانش افضل حاجة، ولكن على مستوى الكوميدي الحقيقة كان مفاجئ وجميل جدا. وتعالوا نرجع للماضي ونشوف لاينات النكت نفسها عملت فيا ايه. اقسم بالله الجوكس جامد. العمل ده كوميدي. البوكس المخروم يعني في طراوة. جامد 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 بجد. مازن يتروج. حلو الجوكس، حلو اوي والله. الجوكس جامدة جدا. السفر عبر الزمن بيجوع. والله هذا فلوس استخدم بعد 20 سنة كويس، ما في مشكلة. لا الجوكس جامدة، الجوكس حلو اوي. سافة على الجوكس، سافة على اللي كاتب الجوكس عموما يعني. وبس كده، دي مش كل حاجة عندي عن فيلم امس بعد بكرة، ولكن هنا بكون وصلت لنهاية فيديو النهاردة. فلو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وبكل تأكيد ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين. واشوفكم في فيديو جديد. سلام.